النبي عليه الصلاة والسلام بشر بهذا الحديث، قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله كأنه يشير إلى إنسان يقوم الليل أو يصلي، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن الإنسان مع تصحيح النية يكون له هذه البشارة العظيمة. حتى جاء في الحديث آخر: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي لفظ آخر أن رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. لكن معه ولا لا؟ إذن كيف نشعر بهذا؟ لو فرضنا غياب مثل هذه الخدمات ماذا يحصل؟ تفتح الثغور وتنكشف الأمة، وحتى على المستوى المحلي. الآن العصابات راها تهدد الشوارع، عصابات المخدرات. بالمناسبة شفتوا الحمد لله لما نسمعوا إسقاط محاولة إغراق السوق 3 ملايين قرص مهلوس، والله يعني الكوكايين الداخل من الغربي والشرقي، ولا السلاح الداخل من ليبيا، ولا داخل من هذا، من يقوم عليه؟ أنا وأنت، إحنا في ديارنا راقدين. والحق يقال أن هذا العمل يعني نبشر أهله. أنا أدعو إخواني اللي يعملون في هذه الأسلاك إلى استحضار النية في هذا العمل. هو وظيفة يؤجر عليها، مأجور يعني ماديا، ولكن مع النية الصالحة يدي الأجر تاع المرابط. من هو المرابط؟ المرابط على الثغور هو الذي يعمل على الحدود لحراسة الحدود. الناس نائمون وهو يحرس البلاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفق العلماء على أن المرابطة في الثغور أفضل من المجاورة عند المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والأقصى والمسجد النبوي. تخيل، لأنه حماية للأمة بدينها وبهويتها وبمقدراتها وبخيراتها وبأعراضها وبرجالها ونسائها وأطفالها. تخيل تزيد لها نية كما هذا، تحرس الحدود وعندك هذا النية، تولي عندك أجر المرابط الذي إذا مات أنمي له عمله إلى يوم القيامة. وأمن الفتان، هو فتنة القبر.